السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم غموض جريمة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، جريمة حلقة اليوم جرت الأحداث ديالها بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط في سنة 2009. واحد الولد شاب سميتو مراد، بالضبط في سنة 2009 كانت في عمره 27 سنة. كيسكن في مدينة مولاي بوسلهام، مزوج، مراته سميتها رجاء. هاد الدري هذا كان خدام في الالومنيوم، خدام في واحد المكازا مع واحد السيد في الالومنيوم. كان كيتخلص للسيمانة، كيتخلص 500 درهم للسيمانة، 10,000 ريال. بالنسبة للسكنة كان ساكن مع دارهم مع والديه. هاد مراد في الاول كان عايش بخير وعلى خير. ديك 500 درهم ولو انها قليله كان كيصرف منها شويه ويخبي منها شويه. الدري كان عايش هو ومراته مزيان عادي بخير وعلى خير. ولكن من بعد هاد الدري هذا بدات شويه كيف ما كنقولوا كتزير عنده الوقت، خصوصا ملي مراته حملات. الوقت اللي مراته حملات ولا متبع عليها مع واحد الطبيبه، يعني الدري ما بقى كيشيط والو. المصروف ديال الدار مراته كيديها عند طبيبات، تحاليل، ادويه. مراته كان فيها فقر الدم الحاد. الدري ولات ديك 500 درهم كاع ما كتكفيه. امتى عاوتاني غادا تكمل ليه البقيه؟ ملي مراته غادا تولد. الدري غير ما غادي يتزير مزيان. اللي وقع مراته ملي ولدات، لانه السيده كان فيها فقر الدم الحاد، الوليد اللي تزاد عندهم تزاد ضعيف بزاف في الوزن. الطبيب قال لي مودي الوليد صحته بخير، غير هو غادي خصكم تعاونوه بالحليب الصناعي، الحليب ديال الصيدليه. عطاهم سميت الحليب اللي غادي ياخذوا ليه. مراد شرى لولدو داك الحليب وكذا. الوليد ولا كيرضع الرضاعه الطبيعيه وكيعاونوه بهذا الحليب ديال الصيدليه. هذا الحليب هذا ديال الصيدليه في الاول كانوا كيعطيوه رضاعه مره في النهار ورضاعه مره في الليل. من بعد مده ديال شهرين الوليد ما بقاش باغي يرضع ليهم الرضاعه الطبيعيه، بقات كتحاول معاه مو كتحاول معاه والو، ما بقاش باغي يرضع من مو ولا باغي غير الحليب ديال الصيدليه. هاد الناس هادو قالوا يا الدري ولا في الحليب ديال الصيدليه يا بسبب العين. قالوا باللي الوليد تزاد في الوزن بزاف، الحليب ديال الصيدليه والحليب ديال مو تزاد في الوزن بزاف. ملي داوه غادي يعبروه باش يبدلوا ليه الحليب ديال الصيدليه، لانه قالوا هذا الحليب هذا ملي كيوصل الوليد لواحد الوزن محدد خاصهم يبدلوه ليه. الوقت اللي داوه يعبروه لقاوه تزاد في الوزن بزاف. السيده اللي خدامه في الصيدليه ملي عبراتو قالت لهم شحال عندهم شهر؟ قالوا لها شهرين ونص. قالت لهم ملي تزاد شحال كانت فيه؟ قالوا لها القد والقد. وقالت لهم ولدكم دغيا تزاد في الوزن. قالت لهم اول مره كنشوف شي وليد تزادت فيه كيلو زياده في الشهر. قالوا السيده عيناتو. الدري داز غير واحد 3 ايام ما بقاش باغي يرضع من مو، حاولوا معاه والو. هنا مراد ولا مضطر يشري لولدو الحليب ديال الصيدليه، ولا كيشري ليه الحليب بزاف. كل سيمانه خاصو 2 بواطات والزياده ديال الحليب، عاد لي كوش، عاد هادي عاد هادي عاد هادي. الدري ديك الخلصه ديالو ما بقاتش كافيه، 500 درهم ما بقاتش كافيه. فمراد ولا عايش مضغوط، ولا ديما خاصه الفلوس. بدا كيتسلف من عند عباد الله، يتسلف من عند هذا، يتسلف من عند هذا، يتسلف من عند هذا. كان عنده شي دوزان كان كيخدم به مره بريكولات، نهار باع داك الدوزان شي نيول ليمون هادي. الدري ولا عايش الضغط، ما حيلتو الفلوس ما كايناش وما حيلتو لمراتو. عاوتاني مراتو بدات كتقول ليه خاصنا نديرو الدار ديالنا راسنا، واش حنا غادي نبقاو عايشين في هذا البيت هذا؟ غادي نبقاو عايشين مع والديك غدا ولا بعدو يتزاد عندنا ولد اخر، الوليدات غادي ويكبروا، واش غادي نبقاو كنعسو في بيت واحد؟ الدري
مراد ملي تزاد عنده هاد الوليد هذا، تزادت عنده المصاريف، كبرات عنده المسؤوليه، مراتو حتى هي ولات زيد عليه بهاد الهضره هادي. هو ما بقى كيشيط والو من ديك الخلصه ديالو. الدري ولا غير كيدور وكيفكر، ولا بكثرة داك التفكير ولا ديما ضارو راسو، ديما خاصو الفلوس، ما بقاش مهلي في راسو، ما بقاش كيلبس مزيان، مراتو ما بقى كيكسيها حتى شي حاجه، ديك الفلوس ولات كافيه غير في المصاريف فقط وكيتسلف من الفوق. هاد مراد عنده واحد خوه سميتو عبد العالي، كبر منه فعمره 33 سنه بالضبط. في سنه 2009 كانت في عمره 33 سنه، كبر منه ب6 سنين. هاد خو مراد حتى هو مزوج، ما عنده لا ولاد لا والو، ساكن في مدينه الدار البيضاء، حرفتو حداد، خدام في واحد الكراج مع واحد السيد حداد. مراتو سميتها نوال، خدامه في واحد لوزين. هاد عبد العالي كان كاري هو ومراتو واحد الشقه، بارطمه صغيره فيها بيت ومراح وكوزينه صغيره وطواليط، كانوا كارينها ب 18,000 ريال الشهر، 900 درهم. هاد عبد العالي كان داير هو ومراتو واحد القضيه، كان هو اللي كيخلص الكرا، هو اللي كيصرف، الخلصه ديال مراتو كيخبيوها. فهاد عبد العالي كان عايش هو ومراتو بخير وعلى خير. هاد عبد العالي هضر مع خوه مراد، قال لي جي لعندي للدار البيضاء، قال لي انا غادي نهضر لك مع واحد السيد حرفتو الالومنيوم، عنده واحد المكازا هنا في الدار البيضاء، واحد السيد صاحبي كنعرفو مزيان، كليان ديالنا، كنخدموا ليه الفوكادرات. الفوكادر هو واحد الكادر كيتخدم بالحديد. هاد الكادر كيلصق في الشرجم اولا في الباب، كيلصق بالسيما، من بعد كيتحط فوقو الشرجم ديال الالومنيوم اولا الباب ديال الالومنيوم وكيتفيسى معاه بالفيس. المهم عبد العالي قال لخوه، قال ليه انا غادي نهضر لك مع هاد السيد هذا، سواء كان خاصو شي دري يخدم معاه سواء لا، المهم انت جي مراتك وجي لعندي، جي قلب على راسك هنا، راه عطا الله المكازات ديال الالومنيوم، مراتك راجا راه ناول تشوف لها شي خدمه معاه في الوزين، تدوي مع الشافات في الوزين الا كانت شي حاجه راه تخدمها معاها. قال لي انا دابا كاري غير بارطمه صغيره، قال لي جي مراتك وجي لعندي، الا خدمتو بجوج راه نشوف شي بارطمه كبيره نكريها، انا نخلص ديك الشهرين الاولى، انت ما تضرب حسب الوالو، ديك الشهرين الاولى، من بعد شهرين بما انت تنفسي شويه ولات عندك شويه الفلوس، ديك الساعه نوليو مشروكين في الكرا وفي المصاريف ديال الدار، الا تعاوننا بجوج على الكرا والمصاريف غادا تجينا قضيه ساهله، الخلصه ديال مراتك خبيوها. داكشي اللي كان. مراد هز مراتو ومشى لعند خوه للدار البيضاء. الدري ولدهم خلاه عند امه، الدري كان كبر شويه ديك الوقيته، ولات في عمره 3 سنين ونص، خلاه المطرد ليه البال، مشى عند خوه للدار البيضاء. خوه كان هضر مع السيد، هاد السيد هذا بحكم انه عنده الدراري قال لي ودي انا راه عندي الدراري خدامين معايا، ولكن راه نشوف لي مع شي واحد. داكشي اللي كان، شاف لي مع واحد السيد خدم معاه، داك النهار الغد لي مراد صباح خدام، مراتو خدمات مع نوال مرات خوه. السيده بقات كتوصي هنا توصي هنا، توصي هاد الشافه، توصي هادي توصي هادي، واحد البنت باغا تخدم هادي بقات مره كتوصي عليها في الخدمه حتى خدماتها معاها. الوقت اللي خدموه عبد العالي خو مراد دبر في واحد البارطمه كبيره، كبار من الاولى، كراها ب 32,000 ريال الشهر، 1600 درهم، وطلق الكرا ديال البارطمه اللي كان كاري في الاول. من بعد مده ديال شهرين ولا مراد مشارك هو وخوه في الكرا، كيخلص معاه الكرا، مشاركين في المصاريف ديال الدار، المهم ولاو عايشين بخير وعلى خير. مراد دار نفس الخدمه ديال خوه، الخلصه ديالو كيخلص بها الكرا، كيخلص بها المصاريف ديال الدار، الخلصه ديال مراتو كيخبيوها كيجمعوها. من بعد مده ديال 8 شهور مراد غبر. واحد النهار الخميس بالضبط مع 11 ديال الصباح، مرات مراد رجاء ولوسها عبد العالي ومراته نوال مشاو لعند البوليس. السيده مشات كتبلغ بالاختفاء ديال الزوج ديالها، قالت باللي راجلها البارح الاربعاء مشى للخدمه ديالو، مشى في الصباح مع 8 ديال الصباح، من تما ما بقى رجع للدار. السيده قالت باللي راجلها موالف كيرجع مع 7 ديال العشيه للدار، ولكن البارح ما جاش. وهاد مراتو قالت انا ملي ما جاش للدار انا قلت يمكن بقى معطل في الخدمه ولا عنده شي غرض. وصل وقت الخدمه ديالي مشيت، وصلت 29 دقيقه مشيت للخدمه، كنت خدامه الليل.
انا ملي كنت في الخدمه قلت راه غادي يكون داز للدار، ولكن الصباح ملي جيت للدار ما لقيتوش. قال لي خوه مراتو باللي راه ما جاش، صونوا لي في التليفون، خو شحال هو كيصوني لي في التليفون ديالو خدام، كيصوني هو ما كيجاوبش. ملي ما جاش للدار وما جاوبش على التليفون وما عرفنا عليه حتى شي خبار، قلبنا سولنا ما خلينا فين سولنا هنا سولنا في المكازا فين خدام، حتى حد ما عطانا عليه شي خبار. جينا نديكلاريو. هاد السيده رجاء كتقول بلي راجلها كان وقع عليه مشكل مع واحد الدري خدام معاه، كانوا خدامين كيركبوا الالومنيوم لواحد الباركو، داك الباركو مولاه بغى يسدو، تناقش هو وياه دفعوا شويه ما كان غادي يطيحوا من الباركو من الفوق، الدري دفع راجلها. السيده قالت ودي انا وليت خايفه غير هاد الدري هذا يولي يدير شي حاجه في راجلي ما موالفش يبات برا الدار وما موالفش ما يشوفش في التليفون ديالو. البوليس خذوا من عندها المعلومات ديال راجلها، داروا محضر بحث لفائده العائله، مشاو هاد الناس بحالهم. هنا اللي وقع من بعد يومين على الاختفاء ديال مراد، ظهرات واحد الجثه، تلقى واحد الشاب ميت في واحد الخلا، ارض خاويه فيها الشوك الحجار الزبل، بالضبط في الحي الحسني. تعلموا البوليس، انتقلت الفرقه الامنيه مرفوقه بالشرطه التقنيه والعلميه لعين المكان. لما وصلوا كيلقاو جثه ديال واحد الولد في العشرينات من العمر ديالو، الدري طايح على الظهر ديالو، لابس سروال جين ولابس تريكو كحل ولابس برديله. من خلال محضر المعاينه هذا الولد هذا تبين بلي عنده 4 ديال الطعنات بآلة حاده، وحده في العنق ديالو في الجنب اليمين، وطعنه كانت عنده في ظهره، وجوج طعنات في الجنب اليمين ديالو. الدري ملي قلبوا ليه البوليس الملابس ديالو غاديين يلقاو عنده واحد المبلغ مالي في السروال 170 درهم 3400 ريال، ولقاو عنده تليفون. الدري فقط هادشي اللي لقاو عنده البوليس، ما تلقات عنده لا بطاقه تعريف لا حتى شي حاجه اللي كتبين الهويه ديالو. اللي لقى الجثه ديال هذا الولد هذا هما واحد جوج دراري صغار، كانوا ضايعين تما في داك الخلا، وهما اللي لقاوه تما، قربوا منه عرفوه ميت، مشاو عند واحد مول الحانوت قالوها ليه، اقرب واحد كيعرفوه تما مشاو لعنده قالوها ليه، قالوا ليه ها كاين. السيد مول الحانوت علم البوليس، بقى شاد عنده دوك الدراري تما حتى جاو البوليس. الدراري صغار، واحد عنده 16 عام وواحد عنده 17 عام. الدراري كانوا غير كيدوروا تما في داك الخلا حتى لقاو الجثه ديال هذا الولد هذا. هاد الشاب هذا الناس اللي كانوا باعين المكان ما كاينش فيهم اللي تعرف عليه، هاد الناس هادو قالوا ما كنعرفوش. البوليس قلبوا البلاصه فين تلقات الجثه ديال هذا الولد، قلبوا هنا ما لقاو حتى شي حاجه عندها علاقه بالجريمه. سلاح الجريمه ما كاينش، ما تلقاش. واحد النقطه، هذا الولد هذا البلاصه اللي تلقى فيها ما كاينش شي دم كتير، يعني الولد اكيد تقتل في شي بلاصه اخرى وتهزو تلاح تما. الدري عنده 4 ديال الطعنات، المفروض انه كان خاصو يكون دم كثر تما، ولكن ما كاينش دم، كاين دم ولكن قليل. الدراري الصغار اللي لقاو هاد الولد هذا ولاد المنطقه، والديهم كانوا حاضرين بعين المكان. هاد الدراري هادو قالوا حنا ما شفنا والو، حنا ما شفنا حتى شي حاجه، حنا كنا كندوروا هنا حتى لقيناه طايح تما، مشينا قلناها لمول الحانوت. البوليس بحثوا مع الناس اللي كيسكنوا قريب لهاد المنطقه، بحثوا مع دا ما كاينش فيهم اللي شاف شي حاجه. دارت المعاينه، تخدات البصمات ديال الضحيه باش يحدوا الهويه ديالو شكون هو. من بعد المعاينه تنقلت الجثه ديال الضحيه المستودع الاموات. البوليس باش يبداو البحث ديالهم كان خصهم يعرفوا اولا الهويه ديال الضحيه شكون هو، لانه بالمجرد ما غادي يعرفوا الهويه ديالو غادي يكونوا نقصوا عليهم واحد الجزء كبير من العمل ديالهم، لانه ديك الساعه غادي يعرفوا مع من غادي يبحثوا بالضبط، مع العائله ديالو وصحابه. هذا البوليس هنا ديك الساعه مشاو البلاغات ديال الاختفاء، بداو كيقلبوا واش شي واحد مديكلاري بالاختفاء ديال شي ولد شاب في العشرينات من العمر ديالو. البوليس فعلا غادي يلقاو بلاغ ديال الاختفاء بالصوره ديال الضحيه بالمعلومات ديالو، يعني عرفوا الدري شكون هو. هاد الولد هذا هو مراد. البوليس لقاو باللي مراته وخوه بلغوا بالاختفاء ديالو. البوليس هنا اتصلوا بعبد العالي خو مراد، قالوا لي ها كاين. جا هو ومراته، جات معهم
مرات مراد رجاء وجاو حتى الوالدين ديالهم، والدين مراد وعبد العالي، رافقوهم البوليس المستودع الاموات، شافوا الضحيه تعرفوا عليه، مراته غير شافته قالت هذا هو راجلي، باه قال ولدي. البوليس بحثوا مع العائله ديال الضحيه، مراته خوه مرات خوه والديه. مراته نفس الهضره اللي قالت الوقت اللي بلغات بالاختفاء ديالو عاودات قالتها، قالت باللي راجلها الاربعاء خرج الصباح مشى للخدمه، خرج هو وخوه من الدار مشاو للخدمه. رجاء قالت باللي راجلها ملي خرج داك الصباح مشى للخدمه من تما ما بقى جا للدار. السيده قالت باللي الوقت اللي راجلها تعطل داك النهار ما جاش للدار، قالت يمكن باقي معطل في الخدمه او لا يمكن عنده شي غرض، ووصل وقت الخدمه ديالها هي خرجت مشات للخدمه، هو 6:30 7 موالف كيجي للدار بحساب الكلام ديالها. هي داك النهار الاربعاء 29 دقيقه خرجت مشات للخدمه ديالها. رجاء قالت انا قلت غادي يكون مشى للدار الوقت اللي كنت في الخدمه خدامه، قلت مراد غادي يكون داز للدار، المشكله ما عنديش تليفون باش غادا نتصل بيه ونتاكد. فقالت الصباح ملي مشيت للدار كنخرج مع 6 ديال الصباح من الخدمه، مشيت للدار ما لقيتوش، ما كاينش. خوه ومرات خوه قالوا لي ما جاش من البارح ما جاش. خوه قال لي عيت ما نصوني ليه في التليفون ديالو الليل كامل وانا كنصوني ليه التليفون كيصوني هو ما كيجاوبش. قالت صونا ليه حتى في ذاك الصباح هي ما يصوني ليه نفس الحاجه، التليفون خدام كيصوني ولكن ما كيجاوبش. السيده قالت هزينا التصويره ديالو وخرجنا كنقلبوا عليه كنسولوا عليه، ما خلينا فين قلبنا ما خلينا فين سولنا والو، ما كاينش اللي عطانا عليه شي خبر. ملي ما لقيناش ديكلارينا بالاختفاء ديالو. مراتو قالت باللي راجلها كان وقع عليه مشكل مع واحد الدري خدام معاه، كانت خاصم هو وياه والدري دفع راجلها شويه ما طيحوا من واحد الباركو من الفوق. السيده قالت بلي هاد الدري هذا راجلها كان قال ليها بلي قبيح شمكار حقار، كان ديما كيتصرف مع راجلها خيب، يتنفخ عليه خنزر فيه. رجاء قالت بلي هو اللي قتل راجلها مراد. خو الضحيه عبد العالي قال انا نهار الاربعاء خرجت انا وخويا من الدار، انا خدام في واحد المحل حداد، خرجت انا وياه، انا مشيت للمحل هو مشى للدار فين كان خدام، كان شاد واحد الدار كيركب لها شراجم ديال الالومنيوم على حسب ما كان قال لي. صافي هذيك هي اخر مره شفتو فيها، خويا مشى لخدمته من تما ما بقى رجع. خو الضحيه كانت هذه هي الاقوال ديالو. مرات خو الضحيه نوال قالت باللي اخر مره شافت فيها مراد الاربعاء في الصباح، خرج هو وراجلها مشاو للخدمه. هاد نوال قالت باللي هي نهار الاربعاء كانت خدامه من 2 ديال النهار ل10 ديال الليل، مشات مع 2 الخدمه، خلات رجاء في الدار، مشات للخدمه 10:40 دقيقه ديال الليل، رجعات للدار من الخدمه، لقات راجلها في الدار. ديك الساعه رجاء كانت مشات اللوزين، كانت خرجات مشات لخدمتها. الوقت اللي رجعت للدار قال لها راجلها عبد العالي مراد ما عرفت مالو باقي ما جاش، ملي مشى للخدمه الصباح باقي لدابا ما جاش، ما موالفاش ليه يتعطل. السيده نوال قالت باللي راجلها عيا ما يتصل به ديك الليله، التليفون ديالو خدام كيصوني ولكن والو ما كيجاوبش، هنا يجي هنا يجي هنا يجي ما جاش. قالت الصباح ملي جات رجاء من الخدمه خرجنا كنقلبوا عليه، قلبنا كذا كذا ما لقيناش، ديكلارينا. والدين الضحيه قالوا حنا اتعيط لينا الدري ولدنا عبد العالي، كان عيط لينا بالخميس مع شي 3 ديال النهار، قال لنا خويا مراد ما عرفت فين زاد، ما عرفناه واش واقع عليه شي حاجه واش زاد لشي قنت. الدري من البارح ملي مشى الخدمه ديالو في الصباح من تما ما بقى جا للدار، قلبنا عليه ما لقيناش، يلا كيف ديكلارينا غير دابا شويه عند البوليس. والديه قالوا ديك الساعه خرجنا جينا للدار البيضاء. هاد الناس هادو عائله الضحيه كلهم كان هذا هو الكلام ديالهم. البوليس هنا سولوا مرات الضحيه، سولوا خوه فين كاين المغازه فين كان خدام مراد وشكون هو السيد اللي كان خدام معاه، بغاو يتاكدوا واش الضحيه خدم الاربعه ولا لا. عبد العالي قال البوليس عارف المغازه فين كان خدام خويا، مشاو معاه البوليس المغازه، بحثوا مع السيد اللي كان خدام مع الضحيه، بحثوا مع الدراري اللي خدامين معاه. البوليس سولوا هاد السيد محمد مول المغازه فلان مراد واش الاربعه اللي فاتت جا الخدمه. هاد السيد هذا قال جا الخدمه، غير هو خدم غير نص نهار الاول. قال باللي مراد ما جاش هنا المغازه، مباشره مشى للدار فين عندنا الخدمه.
هاد السيد هذا قال باللي شاد واحد الدار كيركب ليها الشراجم ديال الالومنيوم. مراد قال باللي نيشان مشى للدار يكملوا الخدمه ديالهم، يركبوا الشراجم اللي باقيين ليهم هو واحد الدري. هاد سي محمد قال ديك الاربعه مشيت عندهم في الصباح، جويت ديك 9 ديال الصباح مشيت لعندهم للدار، لقيتهم في الدار، لقيتهم يلا غاديين يبداو الخدمه ديالهم. صافي درت واحد الدوره في الدار، من بعد رجعت هنا للمغازه. نص نهار الثاني مع ديك الثلاثه اتصل بيا الدري اللي كان خدام هو ومراد في الدار، قال لي راني خدام غير بوحدي، مراد ما جاش. قال لي غادي نمشي نقضي واحد الغرض ونرجع، راه باقي لدابا ما جاش. لا كان شي واحد في الدراري ما عنده ما يدار جيبوا لعندي يعاوني. انا قلت لي كاع الدراري خدامين، قلت لي ها انت شوف جا عندك هي هذيك كملوا الخدمه بجوج، ما جاش خدمت هذاك الشيء اللي قديت عليه، توصل ديك 5:30 سير بحالك. انا لا كنت مسالي راه شويه ندير عندك واحد الدوره. صافي هادشي اللي كاين. هاد سي محمد قال مراد من ديك الاربعه في الصباح ملي شفتو في الدار من تما ما بقيتش شو، وهو من تما ما بقى جا للخدمه. البوليس سولوا هاد السيد قالوا لي فينا هو الدري اللي كان خدام هو وياه داك النهار. قالوا الدي راه كاين في واحد الدار خدام فيها كيركب ليها شي شراجم. قالوا لي البوليس عيط ليه يجي، ما تقول ليه لا بوليس لا والو، عيط ليه يجي يقول ليه باغيك جي. داكشي اللي كان. السيد عيط للدري قال لي يجي لعندي المغازه. الدري جا، اول ما جا شدوه البوليس بحثوا معاه. قالوا لي البوليس ماشي انت اللي كنتي تخاصمتي مع مراد ودفعتيه شويه ما لحتيه من الباركو؟ قال لي مودي لا ماشي انا. السيد مول المغازه قال لا ماشي هو، قال داك الدري اللي كان تخاصم مع مراد جريت عليه من الخدمه. الدري قبيح جريت عليه، ملي عاود لي مراد شنو وقع جريت عليه، قلت لي انت وليتي باغي تقتل لي الدراري كل حتى الدري من الباركو فين غادي نولي انا؟ صافي جريت عليه. هاد الدري هذا اللي كان خدام هو ومراد نهار الاربعاء قال باللي مراد جا الصباح، تلاقيت انا وياه حدا الدار فين خدامين. سي محمد مخلي عندي الساروته ديال الدار، حليت دخلنا للدار بدينا الخدمه ديالنا. كان جا عندنا سي محمد للدار دار واحد الدوره في الدار صافي ومشى، بقيت انا ومراد خدامين. وصلت تقريبا شي الوحده ديال النهار خرجنا باش نتغداو. موالف انا ومراد ملي بدينا الخدمه في هاد الدار هذه كنمشيو لواحد المحلبه كنتغداو فيها. هاد الدري هذا قال داك النهار الاربعاء خرجنا من الدار غاديين المحلبه، تلاقينا مع واحد السيد داير واحد الفراشه كيبيع فيها ليمونات شينيول هيلتي سوارت طرنوفيسات. السيد عنده واحد طوموبيل داير فراشه حاط فيها الدوزان قديم كيبيع فيه. مراد بان لي واحد شينيول حطوه هاد السيد هذا، قال لي نشوفوا هاد الشينيول هذا لا كان مزيان نسولوا على الثمن، كان شي ثمن رخيص نشريه من عنده. انا اصلا ما بقاش عندي الدوزان كنت زيرته كذا كاع الدوزان بعته. الدري قال مشينا لعنده، قال الوقت اللي وقفنا عند هاد السيد قال لنا راه السلعه ديال برا جيبها من برا من فرنسا، وفعلا الطوموبيل اللي عنده الماتريكيل ديالها ديال فرنسا. المهم مراد هز داك الشينيول قلبو، الشينيول باقي مزيان. بقيت انا واقف مع السيد تما، مراد مشى عند واحد مول الحانوت عطاه داك الشينيول جربوا ليه في الضوء واش خدام ولا لا، لقاه خدام. جا عند السيد قال لي شحال؟ قال لنا 700 درهم 14000 ريال. مراد قال لي لا بزاف غادي نعطيك 400 درهم 8000 ريال. في الاول السيد ما بغاش قال لنا لا الشينيول راه مزيان والسلعه ديال برا ساويه الثمن. مراد قال لي لا بزاف عليا. ملي بان لي مراد صافي دار بناقص قال لي صافي خذو خلاه لي ب 8000 ريال. هاد الدري هذا قال مراد جبد الفلوس اللي عنده كان هاز معاه 170 درهم 3400 ريال. قال لي واش هاز معاك شي فلوس؟ قلت ليه هاز معايا 100 درهم هي اللي جيبها معايا انا وين تغدى منها وكذا. قال لي عرفتي شنو غادي دير؟ قال لي بقى مع السيد هنا باش ما يبيعش داك الشينيول، انا دابا غادي نمشي لعند الدري خويا خدام في واحد المحل هنا حداد، غادي نمشي لعنده نجيب من عنده الفلوس. لقيتو هاز معاه الفلوس هي هذيك، ما كانش هاز معاه راه يتسلف ليا من عند الدراري اللي خدامين معاه حتى رجع عليه. المهم انت تسناني هنا بقى حدا السيد حتى نجيب الفلوس ونجي. فالدري قال مشى، قال بقيت انا كنتسنى فيه واقف مع السيد تما كنتسنى فيه حتى رجع. ملي جا قال لي ما لقيتش الدري خويا في المحل وما قديت نقول والو للدراري اللي خدامين معاه. دوا مع السيد قال ليه كاينه غير 250 درهم 5000 ريال مزيانه تبيع ليا. السيد قال ليه لا، قال ليه انت في الاول قلتي لي 8000 دابا وليتي كتقول لي 5000 لا. قال ليه واش انت باقي معطل هنا؟ قال لي انا باقي هنا حتى العشيه. مراد قال لي عرفتي اش غادي دير؟
قال لي سير تغدى ورجع للدار بدا الخدمه، انا غادي نمشي للدار نجيب الفلوس ونجي ناخذ من عند السيد الشينيول بالزربه نتغدى ونلحق عليك للدار. الدري قال مشى، قال انا مشيت المحلبه تغديت ساليت مشيت للدار اللي كنا خدامين فيها، بديت خدام بوحدي، هنا يجي هنا يجي هنا يجي ما جاش. الوقت اللي ما جاش عيطت لسي محمد قلتها ليه، قلت له ودي مراد راه ما جاش هاد نص نهار الثاني، قال لي غادي نجي راه ما جاش، جيب لي شي واحد من الدراري يعاونني. قال لي الدراري حتى واحد فيهم ما مسالي، قال لي انت شوف لما جاش عندك خدم بوحدك توصل ديك الخمسة ونص صافي سير بحالك. الدري قال وصلات الخمسة ونص خرجت مشيت بحالي للدار. هاد الدري هذا قال مراد من داك النهار ما بقيت شفتو حتى الغد لي مع ديك الجوج ساليت الخدمه في الدار اللي كنت خدام فيها انا ومراد. جيت هنا المكازا قال لي سي محمد مراد راه جا واحد الدري خوه ومراته كيقلبوا عليه، الدري ما عرفتش فين زاد. قلت له ودي ما عرفت، قلت لي انا راه من البارح ما بقيت شفتو صافي هادشي اللي كاين. السيد اللي كان خدام معاه مراد وهاد الدري هذا كانت هذه هي الاقوال ديالهم. البوليس هنا خداو المعلومات ديال الدري اللي كان خدام مع هاد سي محمد، الدري اللي كان تخاصم مع الضحيه دفعوا كذا الى اخره، خداو المعلومات ديالو سميتو فين كيسكن، سولوا سي محمد والدراري اللي خدامين معاه واش سبق لهاد الدري هذا الدار مع مراد شي مره من غير ديك الخصومه والدفعه اللي دفعوا في الباركو. قالوا لا، قالوا عمرهم ما ضاربوا من غير ديك الخصومه والدفعه اللي دفعوا في الباركو. كيفاش كانت علاقتهم سي محمد والدراري اللي خدامين معاه؟ قالوا بلي الدري اصلا قبيح، ديما كيبغي يبين ديك القباحه ديالو على الدراري، ديما كيبغي يدير فيها واعر، باغي يتحكم في الدراري، باغي الدراري يضربوا تماره في بلاصتو. سي محمد قال انا كنت صابر واخا كان كيتخاصم ليا مع الدراري وكذا، كنت صابر عليه ما مجريت عليه ما والو، ولكن ملي ولا دافع الدري شويه ملاحو من الباركو صافي جريت عليه. هاد الدري هذا جابوه البوليس بحثوا معاه، سولوه شنو المشكل اللي كان ما بينك وبين الدري مراد، الدري اللي كنتي خدام معاه في الالومنيوم عند سي محمد. قالوا ودي ما بيناتنا حتى شي مشكل. قالوا لي كنتي تخاصمتي معاه ودفعتي حفظ الله ما طيحتي الدري من الباركو من الفوق. هاد الدري هذا قال مراد غير زاد فيه، قال انا فعلا كنت خاصمت انا وياه، كنا تناقشنا غير على قبل واحد الطرنوفيس ميريكان، انا باغي نخدم بيه هو باغي يخدم بيه، تناقشنا عصبني دفعته، هو زاد فيه. مشى عند سي محمد قال لي فلان دفعني في الباركو شويه ملاحني من الباركو من الفوق، سي محمد تيقو جرى عليا. الدري قال هادشي اللي كاين. البوليس سولوه قالوا لي خدام حاليا، قال لا غير جالس، قلبت هنا ولكن ما لقيتش. البوليس قالوا ليه الدري لقيناه ميت مقتول، انت كتقول باللي وقع مشكل ما بينك وبين هاد الدري هذا وجرى عليك السيد اللي كنتي خدام معاه بسبب هاد المشكل، يعني كنتي خدام شويه ما بقيتي لا خدام لا والو، قلبتي ما لقيتيش خدمه، ربما انت قلتي اللي سببي في هادشي كامل هو مراد، نضتي انت قتلتيه. الدري قال لا، قال انا ما قربت ليه ما والو، انا اصلا من نهار جرى عليا سي محمد من تما ما بقيت شفت مراد، ما بقيت شفتو ما بقيت لاقيت به. هاد الدري هذا كان هذا هو الكلام ديالو. البوليس سولوه الاربعه مع الوحده ديال النهار فين كنتي فين مشيتي فين جيتي مع من كنتي، قالوا ودي كنت غير في الدار. هاد الدري هذا قال كنت في الدار، مو قالت كان غير في الدار، ولكن رغم الكلام ديالو ديال مو بقى هاد الدري هذا في البحث. البوليس هنا مشاو للكراج فين خدام خو الضحيه عبد العالي، لانه الدري اللي كان مع الضحيه نهار الاربعاء قال باللي مراد مشى للكراج عند خو مشى يجيب من عنده الفلوس، الوقت اللي مشى ما لقاش. عبد العالي خدامين معاه جوج الناس، واحد الدري والسيد مول الكراج. البوليس سولوهم واش مراد جا عندكم نهار الاربعاء سولكم على الدري خو عبد العالي؟ قالوا جا عندنا سولنا عليه، قلنا ليه راه ما كاينش مشى للدار. الدري والسيد مول المحل قالوا بلي عبد العالي جا الصباح خدم معاهم داك نص نهار الاول، الدري وصلات ديك الوحده حس براسو ماشي هو هذاك، دارو راسو، قال لهم دارني راسي ما بقى فيا اللي يخدم، غادي نمشي نرتاح شويه غدا في الصباح نجي. مشى. قالوا باللي الوقت اللي جا عندهم مراد سولهم على عبد العالي، قالوا ليه مشى للدار، قالوا لي راه ضروا راسو مشى للدار. مراد قال لهم صافي مشى بحالو. هاد الناس هادو قالوا هادشي اللي كاين، كان هذا هو الكلام ديالهم. البوليس هنا بحساب الكلام ديال الدري اللي كان مع مراد الوقت اللي سول على خوه في الكراج ما لقاش، رجع عند هاد الدري هذا قال لي راه ما لقيتش خويا في الكراج، قال لي انا غادي نمشي للدار نجيب الفلوس ونجي، قال لي انت غير سير تغدى وسير رجع الخدمه حتى نجي لعندك.
السؤال اللي كان هنا وهو واش مراد مشى للدار، ولكن عبد العالي خو مراد قال بلي من الصباح ما بقى شاف خوه. ملي خرجوا بجوج الصباح هذاك مشى للكراج فين خدام، والاخر مشى للدار فين كان خدام، من تما ما بقى شافو. مرات مراد حتى هي كتقول بلي من الصباح ملي مراد خرج مشى للخدمه خرج هو وخوه، من تما ما بقات شافتو. مراد من تما ما بقى رجع للدار. البوليس هنا غاديين ينتبهوا لواحد المساله. مرات مراد كانت في الدار، السيده خدامه الليل حتى ل 9 ديال الليل، عاد غادا تخرج تمشي للخدمه ديالها. عبد العالي مراتو خدامه مع الجوج، السيده بحساب الكلام ديالها قالت باللي 21 دقيقه خرجات مشات للخدمه. يعني البرط ما داك الوقت بالضبط كانت فيها مرات مراد بوحدها. خو مراد خرج من الخدمه مشى للدار، يعني ولاو هما بجوج في الدار، مرات مراد رجاء وخو مراد عبد العالي. السؤال اللي كان هنا واش مراد ملي مشى للدار لقى شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار، شاف شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار. ملي ولا السيد هو ومرات خوه في دار وحده والراس في الراس، ممكن يكونوا وقعوا في المحظور، طاحوا في الغلط. واش مراد ملي مشى للدار لقاهم مع بعضياتهم الوقت اللي حصلهم قتلوه؟ ولكن الا كانوا هما فعلا اللي قتلوه، كيفاش داروا ليه؟ كيفاش حتى داوه لذاك الخلا؟ واش لاحوه في ذاك الخلا بنهار؟ كيفاش داروا ليه وباش داوه لذاك الخلا؟ مع العلم ان الدري خو مراد عبد العالي ما عنده حتى شي وسيله نقل، ما عنده لا طوموبيل لا حتى شي حاجه. واش خلوه في الدار حتى الليل؟ ولكن ها مرات عبد العالي كانت في الدار في الليل ومرات مراد كانت في الخدمه. السيده فعلا تاكدوا البوليس باللي كانت في الخدمه، كانت خدامه الليل. البوليس رغم ذلك ولاو شاكين في هاد الجوج هادو، مرات مراد رجاء وخو مراد عبد العالي. عاودوا بحثوا معاهم البوليس، سولوا مرات الضحيه ل4 بنهار مع الوحده الجوج 3 فين كنتي قبل ما تمشي الخدمه ديالك، فين كنتي؟ قالت باللي كنت في الدار. ما خرجتيش من الدار؟ قالت لا. قالت ما خرجات من الدار حتى خرجات مع 29 دقيقه ديال الليل مشات للخدمه ديالها. سولوها البوليس مراد ما جاش للدار نص نهار تاني؟ رجع قالت لا ما جاش. قالت ملي خرج مشى للخدمه في الصباح من تما ما بقى جا. البوليس سولو خو مراد نص نهار تاني فين كنتي؟ قال كنت في الدار. ما خدمتيش نص نهار تاني؟ قال لا ما خدمتش. علاش؟ قال كنت مريض، كان ضرني راسي مع الصداع ديال الليمون ومع داك الصدور، صافي مشيت للدار. خوك ما جاش نص نهار تاني للدار؟ قال لا ما جاش. البوليس سولوه الوقت اللي مشيتي للدار مراتك كانت في الدار؟ قال لا ما كانتش. قال انا ملي مشيت للدار لقيتها خرجات مشات للخدمه. يعني كنتي غير انت ومرات خوك في الدار؟ قال قال ولكن انا غير وصلت للدار دخلت البيت نعس ديالي نعست، مع كان ضرني راسي دخلت نعست. البوليس رغم الاقوال ديال هاد الجوج هادو شكوا فيهم، فالبوليس هنا كان ضروري خصهم يقلبوا الشقه اللي كارين. علاش؟ لانه الضحيه كيف ما سبق وقلنا البلاصه فين تلقى ما كانش فيها دم، كاين الدم ولكن قليل. فالبوليس كانوا متاكدين ان الدري تقتل في شي بلاصه اخرى وتهز وتلاح تما. ولكن قبل ما يمشيو لهاد البرطمه هذه، البوليس شنو داروا؟ عاودوا بحثوا مع الدري اللي كان مع مراد نهار الاربعاء، اللي كان خدام معاه في الدار. هاد الدري هذا سولوه البوليس واش مراد ملي تفرق معاك داك النهار متاكد؟ قال لك غنمشي للدار. الدري قال متاكد. شنو قال لك على الدري خوه؟ قال لي ما لقاش في المحل. ما قالش كراه مشى للدار غادي يمشي لعندو؟ الدري قال لا، قال لي غير غادي نمشي للدار نجيب الفلوس ونرجع. البوليس قالوا لي شنو كان لابس مراد داك النهار؟ الدري قال كان لابس جاكيطه كحلو سروال جين زرق وسبرديله. قالوا لي واش تريكو كحل ولا جاكيطه كحله؟ تذكر مزيان شنو كان لابس؟ قال كان لابس جاكيطه كحله. مراد فاش تلقى لابس تريكو كحل الفوق. البوليس من بعد ما تاكدوا من الكلام ديال هاد الدري هذا مشاو للشقه اللي كان كاري الضحيه هو وخوه. الشقه كاينه في الطبقه الاولى، الدار فين كارين فيها السفليه، الطبقه الاولى الثانيه الثالثه السطح. طالعوا لهاد الشقه هذه قلبوها. البارطمه كبيره فيها 2 البيوت نعاس، فيها صالون مراح كوزينه وطواليت اعزكم الله. هاد البارطمه هذه قلبوا البوليس البيوت بجوج، قلبوا الصالون الكوزينه المرحاض، قلبوا هنا. البوليس
في البيت النعاس ديال عبد العالي ومراته لقاو واحد الموس متوسط الحجم وواحد اللوحه قرطه كيف ما كنقولوا. هاد الموس والقرطه عبد العالي قال ودي كنقصص بهم الكيف. هاد الموس هذا كان نظيف ما فيه لا دم لا والو. البوليس من غير هاد الشيء لقاو واحد جاكيطه كحله في البيت النعاس ديال الضحيه ومراته. مراته رجاء قالت بلي هاد الجاكيطه هادي ديال راجلها. هاد الجاكيطه هادي كانت مسخه شويه مغبره شويه. السيده قالت البوليس بلي راجلها كان بعض المرات كيديها الخدمه كان كيمشي لابسها. البوليس خداو هاد الجاكيطه هادي داو معاهم خو الضحيه مراته ومرات الضحيه. الجاكيطه جابوا الدري اللي كان مع الضحيه كان خدام معاه في الدار وراو هاد الجاكيطه هادي سولوه واش هذه هي الجاكيطه اللي كان لابس مراد داك النهار. الدري غير شافها قال هي هادي. البوليس الضحيه تلقى لابس تريكو كحل. هاد الجاكيطه هادي حتى هي كحله. الجاكيطه موالف الضحيه مره كيديها الخدمه على حساب الهضره ديال مراته. البوليس قالوا لهاد الدري هذا قالوا لي تذكر مزيان واش كان لابس هاد الجاكيطه ولا كان لابس تريكو. هاد الدري هذا قال مراد هاد الجاكيطه موالف ديما كيجيبها الخدمه ديما كيجي لابسها. قال الوقت اللي كيجي الخدمه كينصلها كيحيدها. وقال داك النهار الاربعاء جا لابسها ملي دخلنا للدار غادي نبداو الخدمه نصلها حيدها. الدري قال الوقت اللي مراد حيد هاد الجاكيطه هادي كان لابس واحد تريكو كحل. داك التريكو هو باش كان خدام هو باش كان خدم معايا داك النهار في الدار. فاش خرجنا مشينا غادي نتغداو لبس الجاكيطه ديالو خرجنا. البوليس هنا من خلال الاقوال ديال هاد الدري هذا تاكدوا ان الضحيه مشى للدار. خو الضحيه عبد العالي قال خويا ما جاش للدار ملي خرجت انا وياه الصباح مشينا للخدمه من تما ما بقى جا للدار. مراته قالت ملي خرج الصباح مشى للخدمه ديالو من تما ما بقى جا للدار. اذا كيكذبوا وهما بجوج كيكذبوا. البوليس هنا عمقوا البحث معاهم قالوا لهم نتوما الدري مشى للدار نص نهار الثاني بحسب ما قال الدري اللي كان خدام هو وياه تقريبا ديك الجوج ديال النهار مشى للدار. مراد الجاكيطه اللي مشى لابس الخدمه داك النهار تلقات في الدار. اذا الدري مشى للدار داك النهار. نتوما كذبتوا قلتوا ما جاش. شنو كاين اش وقع داك النهار علاش قتلتوا الدري؟ خو الضحيه قال الهضره اللي قلت راه هي اللي كاينه. مراد راه خويا واش انا غادي نقتل خويا؟ اصلا خويا كنت عايش انا وياه بخير وعلى خير ما بيناتنا لا مشاكل لا والو علاش غادي نقتلو؟ عبد العالي بقى شاد في كلامه زيروه البوليس ولكن بقى شاد في كلامه. مرات مراد رجاء غير قالوا ليها البوليس راجلك قتلتيه انت وخوه انت وعبد العالي قتلتو مراد شنو وقع داك النهار علاش قتلتوه كيفاش حتى قتلتوه. السيده غير قالوا ليها البوليس انت وفلان قتلتو مراد. رجاء قالت انا ما قتلتو ما قربت ليه ما والو خوه هو اللي قتلو. عبد العالي هو اللي قتلو لاحو هو ومراته نوال في داك الخلا. علاش قتلو؟ قالت حيت مراد حصلني انا وياه في بيت النعاس ديالو ديال عبد العالي ومراته. مرات الضحيه بحساب الكلام ديالها الكلام اللي كنا قلنا قبل عبد العالي كان هضر هو ومراد قال ليه جي لعندي للدار البيضاء جي مراتك رجاء وجي وتخدموا هنا كذا كذا جيو وجلسوا معنا واحد جوج سيمانات الا خدمتوا راه نكري بارتمان مكبر الشهرين الاولى ديال الكرا والمصاريف على حسابي من بعد راه نوليو نتشاركوا في كل شيء الكرا المصاريف. مراد هز مراته ولدهم خلاه مع عمو هز مراته هزوا شي حوايج ديالهم وجاو للدار البيضاء. من بعد غادي نخدموا هما بجوج. مراد دبر في خدمه مع واحد السيد في الالومنيوم من بعد عاد غادي يخدم مع داك السيد محمد. مراته رجاء خدمات مع مرات خوه في لوزين غير هو كان التوقيت ديالهم بدل ما خدموش في نفس التوقيت. من بعد كراو بارتما كبيره ديك الشهرين الاولى ديال الكرا عبد العالي هو اللي خلصهم ومن غير الكرا هو اللي كان كيصرف. اللي وقع هنا رجاء بدات كتقارن ما بين راجلها مراد وخوه عبد العالي. مراد كان زير وكذا فاش تزاد عنده داك الوليد السيد كبرات عنده المسؤوليه وحتى هو مراته مزيره يديروا الدار ديالهم من راسهم وكذا. فالدري ما بقاش كيلبس مزيان ما بقاش مديها في راسو. الدري ضعاف الفلوس والو. خوه العكس الدري خدام هو ومراته جامعين شويه الفلوس عمرهم ما تزيروا. الدري متهلي في راسو كيلبس مزيان ياكل مزيان مديها في صحته. السيد كان عامر شويه وكذا كيتصرف مع مراته مزيان ديما ضاحكين ناشطين مع بعضياتهم. عاد الدري من نهار جاو عندهم للدار البيضاء
عبد العالي من نهار جا عنده خوه ومراته للدار البيضاء هو اللي كيصرف عليهم تقريبا شهرين و20 يوم، هو اللي كيصرف عليهم، متهلي فيهم ديما داخل للدار بيدي عامرين. رجاء غير مع راسها بدات كتقول شوف هذيك بيمن مزوجه وانا بيمن مزوجه، شوف هذا كيف داير لابس مزيان متهلي في راسو خدام الفلوس كاينه، وهذا عندي انا كي داير لا حوايج يحمروا له وجه لا حتى شي حاجه. واخا ان راجلها خدم وهي خدمات، ولكن راجلها كان باغي يجمع الفلوس فنسى راسو ما بقاش مديها في راسو كاع، ولا باغي غير يجمع الفلوس باش ما يطيحش في ديك الازمه اللي طاح فيها قبل. ما تجيش واحد الوقيته وتلقاه ما عنده لا فلوس لا والو، نجمع الفلوس بعدا عاد من بعد نشوف راسي نديها في راسي. مراتو ملي شافته ولا بحال هكاك ولات غير جالسه وحاضيه الاخر، تشوف فيه تطلع وتهبط فيه، داوي تشوف فيه كيضحك تشوف فيه واقف تشوف فيه جالس تشوف فيه، ولا عجب اخو راجلها بهذا المعنى هذا. الاخر حتى هو خو راجلها عبد العالي كان ما كيحشمش من خوه وما كيحشمش من مرات خوه، كان كيدور ليهم بشورط وسليبس ماطي في الدار. السيد كيجي من الخدمه كيتعرى ليهم تما في الدار، كيبدا يدور ليهم تما بشورط وسليبس ماطي، ما كاينش ديك القضيه لا حشومه مرات خويا معايا في الدار، خوه ماشي مشكل ولكن مرات خوه لا حشومه، هو لا ما عندوش هاد حشومه هادي، كيدور لهم في الدار بشورط وسليبس ماطي عادي ما كاينش المشكل. السيده مرات مراد رجاء اشنو ولات كدير حتى هي؟ دارت ما كيدير عبد العالي، هذاك كيدور لهم في الدار بشورط وسليبس ماطي، ولات حتى هي كدور لهم في الدار بيجامه مزيره اولا بيجامه كيف ما كنقولوا مقزبه. في الاول كانت كتحشم من خو راجلها، شعرها ما كانش كتعريو قدامه، دابا لا ولات كدور بشعرها عريال ماكياج هو بارك، هي الوقت اللي كتبغي تهز شي حاجه من فوق الطابله او تشطب الارض او كذا كتجي حتى لقدام وكتقاد معاه وكتكا، هادشي كامل غير باش هو يفهم راسو باش حتى هو يحضيها وكذا. داكشي اللي فكرات فيه هي هو اللي وقع. السيد حتى هو ولا حاط عليها العين ولا غير حاضيها، بركت حاضيها وقفت حاضيها ضحكت حاضيها، شويه ولاو شوف فيا نشوف فيك ضحك ليا نضحك ليك. السيد من خلال النظرات ديالها ليه وكيفاش ولات كتصرف قدامه فهم شنو كاين، هادشي سهل عليه انه يتقرب منها، وداكشي اللي كان هاد الجوج هادو تقربوا من بعضياتهم وولات واحد العلاقه بيناتهم، واستغلوا ان الدار كتكون خاويه ولاو واخدين راحتهم. الوقت اللي مراد كيكون في خدمته ومرات عبد العالي نوال كتكون في خدمتها، هاد الجوج هادو كيكونوا في الدار بوحدهم الراس في الراس كياخدوا راحتهم. عبد العالي بحساب الكلام ديال رجاء كان كيخرج هو وخوه مراد الصباح كيمشيو الخدمه بجوج، كيخرجوا بجوج من الدار كيمشيو مع بعضياتهم موانسين، من بعد كيتفارقوا، هذا كيمشي الكراج فين خدام والاخر كيمشي لفين خدام. كانت عنده الخدمه في المغازه كيمشي للمغازه، كانت عنده الخدمه في شي دار شادينها كيخدموا ليها الالومنيوم كيمشي لديك الدار. عبد العالي كان كيرجع عند رجاء، لا كانت مراتو نوال خدامه الصباح من 6 ديال الصباح للجوج ديال النهار كيمشي للكراج وكيقول للسيد اللي هو خدام معاه حقا ما حقا عندي غرض نص نهار الثاني ونجي اولا مريض او كذا، كيرجع للدار عند رجاء كيبقى هو ويا هذاك نص نهار الاول حتى كتخرج رجاء تمشي لخدمتها، كتكون داخله مع الجوج، هي كتخرج كتمشي لخدمتها هو كيمشي للكراج، كيمشي قبل ما تجي مراتو نوال للدار حيت مراتو كتكون خارجه مع الجوج. كانت مراتو خدامه مع الجوج وغادا تخرج مع العشرة، كيخدم هو نص نهار الاول نص نهار الثاني، غير كيوصل الوقت اللي كتخرج فيه مراتو تمشي لخدمتها نفس الحاجه، عندي غرض او لا مريض او كذا وكيمشي للدار عند رجاء كتكون ديك الساعه يلا خارجه من الخدمه غادا تجي للدار اولا كتكون خدمات الليل من 10 ديال الليل 6 ديال الصباح، يعني كتكون في الدار، المهم كيكون غير هو وياها في الدار. العشيه قبل ما يجي راجلها مراد من الخدمه كيخرج هو من الدار حتى كيدخل مراد للدار، عاد كيجي هو يدخل للدار زعما راني ما كنتش في الدار اولا بقيت برا حتى نحس بيك جيتي انت للدار عاد نجي انا، او كيتسنى خوه في الطريق زعما ما بغيتش نمشي للدار حتى نمشي انا وياك، حشومه نمشي للدار وانا عارف مراتك بوحدها كاينه في الدار، كون غير كانت حتى مراتي معاها ماشي مشكل نمشي.
يعني كانوا واخدين جميع الاحتياطات. حتى لذاك النهار الاربعاء عبد العالي خدم نص نهار الاول، غير وصل الوقت اللي كتخرج فيه مراتو نوال تمشي للخدمه. مراتو كانت خدامه داك النهار من 2 ديال النهار ل10 ديال الليل، هو مشى للدار. قال للسيد اللي خدام معاه دارني راسي الدوخه صداع، غادي نمشي نرتاح شويه غدا نجي. قال لي صافي ماشي مشكل سير. مشى للدار، لقى رجاء بوحده. الناس خداو راحتهم، دخلوا البيت نعاس ديال عبد العالي واخدين راحتهم في البيت. صافي نوال مشات الخدمه، مراد في خدمته، ما كاينش اللي غادي يحصلهم. شويه حتى كيتحل الباب ديال البارطما. مراد جا البارطما، هما بجوج في البيت بجوج عريانين. مراد صافي حل الباب، السيده ما بقى عندها ما دير، ما بقى عندها فين تخرج من البيت، غادا تخرج يشوفها راجلها. السيده ما بقى عندها فين تلبس حوايجها وتخرج. عبد العالي حدو ملي سمع الباب ديال البارطما تحل، حدو تماطا الباب ديال البيت، دفعوا ردوا الباب. كانوا مخلينهم محلول، ما كاين حد معاهم في الدار واخدين راحتهم. مراد ملي دخل كتبان ليه مراتو ما كايناش وسط الدار. رجاء ما جاوباتو ما والو. دخل البيت نعاس ديالهم، السيده ما كايناش في البيت. خرج من البيت دق على خوه في البيت ديالو. عبد العالي قال ليه نعم انا جاي. عبد العالي لبس غير الشورط وسليب سماطي وخرج لعندو. مالك؟ مراد ما هضر معاه ما والو. الله اعلم شنو دار ليه في راسو ديك الساعه، واش غير شك، واش شاف شي حاجه اكدت ليه ان مراته في البيت ديال خوه. المهم مراد دفع الباب ديال البيت حلو. الوقت اللي خرج عنده عبد العالي جر الباب من وراه ردو سدو. واش مراد ملي خوه سد الباب هو شك في شي حاجه؟ المهم دفع الباب حلو، طل في البيت كتبان ليه مراته لاصقه مع القنت ديال البيت وقاطع الحس. مراد شافها تخليها شده بدا كيضرب فيها. عبد العالي شنو دار؟ عنده واحد الموس في البيت كيقصص به الكيف، هزو غدروا من اللور، ضربوا الظهر ديالو، ضربوا الجنب اليمين وضربوا العنقو. الدري طاح. شد هو السيده رجاء سكتها، كل ما ضربتوش كان غادي يقتلني، يدير لينا يفعل لينا. قال لها صافي سكتي انا غادي نشوف ما ندير في هاد المصيبه. السيد برك في الاخر قال لها شوفي سيري غسلي حالتك وبدلي حوايجك، وملي وصل الوقت اللي كتمشي فيه الخدمه ديالك خرجي سيري الخدمه، انا غادي نشوف ما ندير مع نوال، نشوف شنو غادي نقول لها تعاوني في هاد الكارثه هادي. السيد اللي خدام معاه عنده واحد الهوندا كيدي عليها البيبان والكرياجات الكليان، غادي نعيط ليه نجيبها من عنده، غادي نهزو نحيدو من هنا ندير شي خلا ونلوحو. انت الصباح غادا تجي من الخدمه بحال ما في راسك ما يتعاود، نجي نخرجوا نقلبوا عليه. هذه من بعد نمشيو عند البوليس، وشنو غادا تقولي وباش ما يعيق بينا حد. داك المشكل اللي كان عاود لينا على الدري اللي دفعوا في الباركو قوليه البوليس. راجلي ما جاش، هذه خفت واحد الدري يكون دار لي شي حاجه، شنو وقع. يعني السيد خطط مزيان شنو غادي يدير حتى يتهنى من هاد الجثه هذه وما يحصلش هو ورجاء، وفكر انه يدخل معاه حتى مراته تعاونوا. المهم حفظ رجاء شنو تقول. رجاء وصل الوقت اللي كتمشي فيه الخدمه، مشات لخدمتها. الصباح ملي جات بدات كتسول فيهم مراد واش ما جاش من البارح؟ لا ما جاش. خرجوا كيقلبوا عليه، مشاو للمغازا، سولوا هنا في الاخر مشاو عند البوليس ديكلاراو. نوال هزات الدري لاحتو هي وراجلها. رجاء عارفه نوال تعاونات هي وراجلها عبد العالي، داو مراد لشيخ لاحوه ونظفوا الدار، ولكن نوال ما عارفاش داكشي اللي وقع بالضبط. هي عند بالها باللي رجاء فعلا كيسحب ليها راجلها زاد لشي قنت او وقعت لي شي حاجه في شي بلاصه، داكشي علاش ما بقاش رجع للدار. بالنسبه للجاكيطه ديال مراد، رجاء لقاتها محطوطه في البيت. يعني مراد الوقت اللي جا للدار ودخل البيت نعاس ديالهم حيد ديك الجاكيطه ديالو وحطها في البيت. ملي وقع الجاكيطه لقاتها رجاء في البيت، هزاتها حطاتها في واحد القنت تما. السيده ما طاحش لها في بالها باللي ديك الجاكيطه غادا تكون الحل ديال اللغز هاد الجريمه هادي، اكدت عليهم التهمه. عبد العالي واجهوه البوليس بالاقوال ديال رجاء. الدري عرف راسو باللي حصل، ما بقى ما يتخبى، اعترف هادشي اللي قالته رجاء قالو هو.
شنو وقع من بعد ما رجاء مشات الخدمه ديالها؟ عبد العالي جات مراته للدار، غير جات يلاه دخلات، السيد سد الباب ديال البارتمون وشد في راسو وبدا كيقول لها مشيت فيها غادي نمشي للحبس، غادي نغرق في الحبس، المهم تا شنو درت؟ جداني نضربوك ونغير خرجت بحالي من الدار احسن. مالك شنو كاين اش وقع؟ قال لها اخويا مراد. مالو؟ قال لها ضربت انا وياه، جا سكران كنت بارك انا وياه هنا في المراح، بدا كيقول لي مراتك شحال وهي خدامه في الوزين، كون راه ما خلات مع من تصاحبات في الوزين، مراتك باينه فيها ما متبتاش، ما تسوى ما تصلح، ماشي بحال مراتي انا معقوله، مراتك انت ما مزياناش، كاع الدراري اللي في الوزين تصاحبات معاهم. عبد العالي قال لي السيد جاي سكران، ملي بقى داوي بزاف ضاربت انا وياه، ضاربنا شويه طلقتو، دخلت البيت صافي حتى قلت نبعد منه تبعني، دخل عليا حتى البيت، بان لي غير الموس باش كنقصص محطوط تما، هزو بغى يضربني به، حيدتو لي من يدو ضربتو، كون ما ضربتوش انا كان هو اللي غادي يضربني. السيده بدات كتحلف ليه، والله انا ما كنعرف شي واحد كاع الدراري اللي خدامين معايا عطيهم التقار، قال لي انا عارف هادشي، راه هادشي علاش انا ضاربت انا وياه، خويا ولد مي با بدا كيجبد لي مراتي بشي حاجه اللي ماشي ديالها، رجع مراتي انا ما مزياناش، هادشي درت فيه خير. السيد قال لها غدا تعاونيني انت هنا من هذه المصيبه هذه، واش تبغيني انا نغرق في الحبس؟ انا ضربت معاه على قبل الهضره اللي قال فيك، وملي وصلات به ولا باغي يضربني بالموس حيدتو لي من يدو ضربتو. السيده تيقات راجلها، مشات معاه في الخط، عاوناتو، عيط هو السيد اللي خدام معاه، قال لي محتاج الهوندا في واحد الغرض ضروري، مشى لعندو جابها من عنده، 3 ديال الليل هزوه داروه في الهوندا، لواوه في واحد المنطقه وهبطوه الهوندا، وهبطوا معاه واحد الحصيره، داروه في الهوندا ولاحوا من فوق ديك الحصيره، غطوه بها وتقلوها بشكراسه ديال العود، داوه لذاك الخلا فين تلقى، لاحوا تما ورجعوا بحالهم، المانطا والحصيره والكراسه رجعوهم معاهم، نظفوا الدار، الحاجه اللي عمرها تبدل قطعوها طراف طراف طراف، تلاح داكشي في الزبل، شي لاحوه هنا شي هنا شي هنا، الهوندا رجعات المولاها. نوال قالت بلي الوقت اللي قال لها راجلها كاين تيقاتو، في الاول تخلعات، قالت عندك يسحب لي هاد الهضره بصح، يسحب لي كنعرف شي واحد في الوزين يصفى لي حتى انا، كيف ما قتلو هو يقتلني حتى انا، بدات كتقول لي والله ما كنعرف شي واحد، والله حتى كذاب، والله هو قال لي انا عارف هادشي، عرفتو كذب عليا، بغى يجبد لينا الصداع، رجعك انت ما مزياناش، داكشي علاش ضربت انا وياه ووقع هادشي كامل. فهي صافي مشات معاه في الخط، هي ولات كتقول لاخر سرو، كان باغي يجبد لي صداع مع راجلي، رجعني انا ما مزياناش، كون راجلي تي قدرت توصفها ليا سرو. كانت هذه هي الاقوال ديال المتهمين، في الاخر طلعوا هما كاملين متورطين في هذه القضيه هذه. السيد باش يخرج راسو من هذه الكارثه بسلام، باش ما يمشيش الحبس، كان خصو يجر معاه حتى مراته يورطها معاه باش تعاونوا في ديك الجثه وتنظف معاه مسرح الجريمه، هي حتى هي مشات معاه في الخط، تيقات كلامه. من بعد الاعترافات ديال المتهمين كيتقدموا للمحاكمه، عبد العالي تحكم بالسجن المؤبد، رجاء تحكمت ب15 سنه، ونوال تحكمت ب10 سنين. مستمعينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه، كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه المسطره بوضوح، وكنتمنى ان الصوت ديالي يكون واضح ومفهوم، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الاوفياء، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.